السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا في هذه القناة. بالأمس نشرت خديجة منشورا مؤثرا للغاية يتعلق بزوجها هشام، حيث أعلنت أنه سيصبح مقعدا ولن يتمكن من المشي مجددا، وسيضطر لاستخدام كرسي متحرك. خديجة ستظل بجانبه دائما ولن تتخلى عنه رغم هذا التحدي الكبير. عندما وصل الخبر إلى هشام كانت ردة فعله مليئة بالحزن والأسى، حيث بكى بشدة. لقد كانت صدمة قوية لأنه لم يكن يتوقع هذا التحول المفاجئ في حالته الصحية، خصوصا بعد معاناته الطويلة مع المرض. كان هشام متماسكا ويعتمد على الله في كل خطواته، لكن عندما أخبره الطبيب بأنه لن يستطيع المشي مرة أخرى انهار. إنه خبر صعب جدا على أي شخص، فكيف لهشام الذي كان يتشبث بالأمل طوال فترة مرضه؟ خديجة من جانبها أكدت مرارا وتكرارا أنها لن تترك هشام وستظل دائما بجانبه وستدعمه في كل مراحل هذه الرحلة الصعبة. إنها تكرر دائما أنها ستظل سندا له مهما كانت الظروف، كما أن هناك العديد من النصائح التي تقدم لهشام من محبيه، مثل الاهتمام بتناول الغذاء الصحي لتعزيز جهازه المناعي والبدء في العلاج الطبيعي عندما تتحسن حالته قليلا. العلاج الطبيعي سيكون ضروريا له لاحقا، لكن حالته الحالية لا تسمح له بذلك في الوقت الراهن، إذ يحتاج إلى استقرار أكبر في صحته قبل الشروع في هذا النوع من العلاج. دعواتنا القلبية لهشام بالشفاء العاجل، ولخديجة بالصبر والقوة لتتمكن من مواصلة مساندته. هذه المرحلة صعبة للغاية، ولكن الله يختبر الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، وأملنا كبير بأن هشام سيتجاوز هذا الامتحان بإيمانه وصبره. شكرا لكل من يتابع ويدعم هشام وخديجة، ولا تنسوا الدعاء لهما بالخير والشفاء العاجل.